كبير طالع يتكلم وبيقول إن النهارده خلينا بس نقول في البداية أول تعليم الكابتن أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع إنبي. طلع بيقول إن النهارده يوم حزين، حلقة دمها رخم، حلقة مش حلوة يعني، دمها تقيل. ماشي يا كابتن، هي حلقة دمها تقيل فعلا، وفعلا الناس كلها زعلانة على تعادل الأهلي، الأهلاوية يعني زعلانة على تعادل الأهلي، والزملكاوية فرحانين بتعادل الأهلي، والبراموتزاوية تمام الدنيا معاهم جميلة فرحانين جدا بسبب فريقهم اللي كسب اوكلاند سيتي 3-0 في بطولة الانتر كونتيننتال. ف فماشي انت معاك حق، ولكن بقى تعالى بقى في المقدمة النارية بتاع الكابتن احمد شوبير النهاردة بيتكلم في ايه. 3 نقط. اول نقطة، الحكم ماله الحكم يا كابتن؟ جاي يا باشا متبرمج ان هو ياخد قرارات ضد الاهلي. ليه يا كابتن؟ هو في ايه؟ طيب في ايه الحكم ماله؟ كان ليها ضربة جزاء يا عم، كان ليها ضربة جزاء ما نستاهلهاش. اقول لك على حاجة، لو كنا كسبنا ماتش النهارده ما نستاهلش المكسب. ايه رأيك بقى؟ انا اهلاوي اقسم بالله، عشان بس ما حدش يقول لك كان والله اهلاوي، والله العظيم اهلاوي. لو كنا كسبنا النهارده كناش نستحق المكسب. لعيبة متخاذلة، لعيبة متخاذلة، لعيبة ما عندهمش ذرة رجولة، لعيبة ما عندهمش ذرة نخوة، لعيبة ما عندهمش غير على التيشيرت، لعيبة عايزة فلوس فقط لا غير، لعيبة ما عندهمش روح الفانيلا دي، ما عندهمش مش ما عندهمش والله ما عندهم. لعيبة على الله حكايتهم يا كابتن شوبير، والله لعيبة على الله حكايته، والله لعيبة على الله حكايته. طيب كمل كلامه كابتن شوبير، كمل كلامه، على فكرة هو كمل كلامه، هو كمل، انا هتجنن خلاص. هو كمل كلامه وقال ايه بقى؟ احنا نمشي اللعيبة دي، او في قرار يطلع نلعب بناشئين، نلعب بناشئين ونطلع جيل كويس. ايه ده؟ في ايه؟ ليه نلعب بناشئين؟ طب والاسماء والصفقات، بن شرقي، امام، زيزو، بن رمضان، ها يا مهدي، يا اسلام، يا مهدي، ارحب يا خطيب. ايه؟ كلهم في شنك. تريزيجيه نسيته معلش، ما هو جاب جون النهارده. تريزيجيه كلهم في الباي باي. كابتن شوبير بتنادي بايه؟ ده اسمه هدار منعم سيادتك. لما تجيب صفقات بالارقام دي وفي الاخر تركنهم وتطلع الناشئين، اسمه هدار منعم. امال انت عايز يعمل ايه يا احمد؟ معلش يعني انت بنفسك يا احمد بتقول لعيبه متخاذله، مش انت بتقول كده يا عم؟ انت ايه هتجننا ولا ايه؟ بقول لك ايه، لا انت بقول لك انت مالكش فيها وهتقرفنا. ايه ده؟ ايه ده بس؟ ايه ده؟ لعيبه متخاذله، حقا حقا يا سيدي، اجل اجل يا سيدي، حقا لعيبه متخاذله جدا 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 جدا. طيب هل الحل في ان احنا نركنهم ون... ونطلع الناشئين؟ طبعا. يبقى انت هتجننا بقى، اسمع بس. طبعا، ولكن تركنهم ازاي؟ تحت انهي مسمى وتحت انهي بند؟ اللعبه دي تتحرم من مستحقاتها يا كابتن، اللعبه دي تتحرم من مستحقاتها، تتحرم من مرتباتها، يتخصم لها 70 30 ألف مليون دولار، أي حاجة تبرد نار الجمهور. ما أنا كان أنا لاعب دلوقتي يا عم من اللعيبة دي، تمام؟ اركني يا عم، ما قعدنا على الدكة، قعدنا برا خالص، ما تجيبنيش من البيت، حلو؟ بس مرتبي شغال، بقبض، بقبض فلوس، ما فلوس ملايين، ملايين يابا. اوكي ما عنديش مشكلة، انام يا عم وقبضني، انا نايم وبقبض. انما القرار وليد صلاح الدين، فينك يا كابتن سيد؟ فينك يا كابتن سيد عبد الحفيظ في هذا التوقيت الصعب؟
كابتن سيد عبد الحفيظ في التوقيت ده احنا محتاجينه جدا جدا جدا. كان زمان دلوقتي طلع خصم ببيع ممتلكات اللعيبة، بيع بيوتهم، يبيعهم بيوتهم. المفروض يعني لو كابتن سيد موجود. كابتن وليد صلاح الدين شخصية محترمة ورجل محترم جدا. نتمنى من الله ومن حضرتك ان يطلع قرار كده يبرد نار الجمهور شوية، خصم زي ما بقولك كده بيع ممتلكاتهم. يعني اللعيبة دي انت فاهم، اسحب منهم العربيات والفلل والبيوت ظبط الدنيا. ظبط الدنيا يا باشا، اخصم منهم خد قيمة التعاقد معاهم، اعمل اي حاجة تبرد نار الجمهور والله العظيم. عشان الواحد بجد زهق، الواحد زهق بجد. يا فرحتي انا باسماء كبيرة وفرقة وزيزو، وبيانك يا زيزو، انت اتصبت يا زيزو صح، معلكش لوم. طب هو البيان ده من اللعيبة مش موافق عليه يعني؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه بجد؟ هو في ايه؟ احنا هنستعبط؟ هو ده اسمه استعباط ده؟ هي دي الفرقة الجامدة اللي هتاكل الاخضر واليابس؟ ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ بجد ولا انتوا مجانين؟ فين الاهلي؟ هو فين الاهلي؟ انتوا جننتوا. ده اسمه جنان. فين الاهلي يا عم انت وهو؟ فين الاهلي؟ فين الاهلي اللي هياكل الاخضر واليابس؟ ايه الجنان ده؟ ايه يا عم العبط اللي انتوا فيه ده؟ احنا هنتحايل عليكم عشان تكسبوا ولا ايه؟ هنتحايل عليكم عشان تكسبوا؟ هنتحايل عليكم عشان تلعبوا؟ انتوا بتقبضوا فلوس ملايين، مش فلوس ده، انتوا بتقبضوا فلوس ملايين. فين الاهلي يابا انت وهو؟ ايه يا عم الجنان اللي انتوا فيه ده؟ ما تفوق يابا انت وهو، في ايه؟ الدوري راح، انا مش هقولك الدوري بيروح، الدوري راح، الدوري راح. مش هقولك ده بيروح، ده راح اصلا. كل سنه وانت طيب، مع السلامه، الى اللقاء بقى الموسم الجاي ان شاء الله في الدرجه التانية. ان هبطناه هنهبط والله. خرب بيت ام العبط. اقفل يا عم المحروق ده.